يا ترى مين افضل، كريستوفر نولان ولا ديني فينوف؟ هنجيب افضل 5 افلام لده ولده ونقارن بينهم وانت قارن معايا ونشوف مين هيكسب في الاخر. رقم 5 اوبنهايمر وديون. مع احترامي لديون والاخراج والعالم اللي اتبنى ده والشخصيات الكتير، بس اوبنهايمر يا جدعان مش طبيعي، السيناريو المحكم واللحظات الايكونيك مش طبيعي. رقم 4 انسبشن وبريزنرز. واجهه صعبه حقيقه، انا بحبهم جدا الفيلمين عبقرة، بس انا انسبشن عندي شويه يتفوق، عنصر الخيال العلمي والابهار ده بيتفوق شويه على الجريمه، مع ان برضه بريزنرز مش عارف، بس انا ممكن سيكا انسبشن. رقم 3 ذا اوديسي وارايفل. على قد ما انبهرت انبهار شديد باوديسي، هو فيلم فعلا مش طبيعي، بس ارايفل يظل عندي في حته تانية. لا الفكره العبقريه دي والمشاعر اللي وصلت لي من خلالها، انا ارايفل بالنسبه لي فيلم مستحيل يتعمل اصلا، انا مش عارف اتعمل ازاي. رقم 2 انترستيلر وانسان دي، وهنا بقى هنتكلم شويه. انا لسه شايف انترستيلر من يومين، عظيم عبقري، اتأثرت جدا، بس كل المشاعر والعظمه والذكاء دي مش هتخليني اسلم دماغي لنولان واي حاجه يقولها لي تبقى صح. يعني انا دلوقتي مش عارف ازاي قوه الحب عملت كل الصدف دي وخلت انا هثوي صح لمجرد ان هي ماشيه ورا قلبها. قوة الحب برضه هتوصل احداثيات عبر المجرات عن طريق شفرة مورس من جوه ثقب اسود هم اللي حطوه. يعني ما اصل يعني بالعقل. هل ده يمنع ان انترستيلر فيلم عظيم؟ لا، انا مديله 9 ونص كمان، انا بس بقول لك مشكلتي معاه. بس يا جماعة انسان دي ده فشيخ وحقيقي قوي، انا بزعل جدا جدا لما الناس تركز مع التويست وتنسى باقي الفيلم. مشهد العربية ده مثلا ده سحر، انا عرفت ان انا قدام فيلم عظيم من المشهد ده، فعشان كده انا هختار انسان دي، يعني انا اسف. رقم 1 دارك نايت وبليد رانر. اوعى تكون فاكر المواجهه دي سهله، انا بحذرك شويه احترام لبليد رانر من فضلك، بس يعني هو دارك نايت بصراحه اللي هيكسب. وبكده يبقى 3 لنولان و2 لديني فينوف. طب هل ده معناه ان انا بحب نولان اكتر؟ لا. هل ده معناه ان نولان مخرج افضل؟ لا. وبس ما تنساش تعمل لي فولو وتقول لي في الكومنتس انت كسبت مين.